مصر للإنتاج والتوزيع تقدم
ست ممكن بمجهودها وكفاءتها توصل انها تتفوق عليك في حاجه حتى لو كنت انت مش عايزها. خبر موت الاستاذ عمر الله يرحمه شفته في التنفيذ امبارح زي ما اتنشر كده النهارده بالظبط، وانا قبلها بدقيقه واحده كنت شايفاه خارج من الجريده. ده انا هفرجهولك فرق. لا هيغلط بعد كده، هيشوف ايام سودة. اكيد النوع ده مش هيجي لواحد تافه. يلا يا تامر. بلدي ابو عمر بيهرب منكم لانه راجل في حكم الميت، انما حته بنت صحفيه في الغار تهرب منكم. نسرين ممدوح البصيري مرات السفير ادهم الشربجي. واسمك كريم ايه؟ فتحي. 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 الراجل ده شفته قبل كده؟ هو جالي المحل يا باشا واشترى مني عدة تليفون وكان معاه خط وطلب مني ان انا اركب له الخط، ركبته له. خزرات ولا قصاص؟ ايوه مين معاه؟ انا حد ما تعرفوش، بس عندي معلومات مهمه جدا عن قضيه التعذيب اللي حضرتك شغال عليها. ايه؟ لو الموضوع يهمك قابليني في وسط البلد بعد ساعه ونص. اول ما توصلي كلميني على التليفون. أستاذ عمر؟ ايوه مين؟ مش مهم أنا مين. المهم توعدني إنك تبص على السجاية دي. يا فندم احنا عرفنا مكان عمر نصر. فتح التليفون فين؟ فتح تليفون وطلب اكل من اكتر من مطعم. اثبت عندك. هو فين؟ بقولك ما شفتش حد. وبعدين انتوا مين وعايزين ايه؟ احسن لك ما تسالش، وامل لك ما تعرفش انت بتتكلم مع مين. ولو اتضح بقى ان انت بتداري عليه مش هتلوم غير نفسك. هشام فضل طول عمره معاكي في وضع مقارنة مع عمر، فعاوز يثبت لك يا قلبي انه احسن منه وانه جدير بيكي وانه ممكن يعمل له كل حاجة في الكون. عشان كده ممكن انه كل الاسباب اللي انا بقولها لك دي تبقى وقعته في مصيبة، وقعته في بلوى. قلت لك انا مش مستريح معاكي وعاوز اطلقك. شوفي انت عاوزه ايه وطلباتك ايه، وخلي باباك يكلمني وانا تحت امره في اي حاجه هو يطلبها. لو ما كانش في بينا عشره وعيش وملح وويسكي ومزات ولذات كنت قلت ان انت عاوزه تزعليني مني. رضوان ابن 60 كلب، ما بعملش اي حاجه كويسه وما بقفش مع اي حد. الموضوع عندي، خد اللي انت عايزاه بعيد عني. هي معلومات لو موجوده في الجورنال ما كنتش زليت نفسي وجيت سالت. طمن سعادتك يا فندم، محدش عارف عن الموضوع ده اي حاجه خالص. احنا قلنا نجيبه لحد عندك ونطمن عليه بنفسك. لا انا كده مطمن.
عمر، ايه معنى الارقام اللي على السي دي دي؟ معرفش. طب ليه الناس اللي كانوا عاوزين يقتلوك نشروا الموضوع في الجورنال قبل ما يقتلوك؟ معرفش. الحكاية عمالة تكبر. امبارح كان اتهام بالتخابر، النهارده قتلت. لا انا ما قتلتش حد. قدام القانون يا عمر قتلت 2 كانوا بيحاولوا يطردوك ويقبضوا عليك، ويمكن في وقت قريب وعشان يضغطوا عليك هيضطهدوا حد مهم عندك. هتقدر تستحمل يا عمر ده؟ لا مش هقدر استحمل. لا يبقى فكر ايه اللي حرك الناس دي. انا تعبت محتاج حد يساعدني. اقطع راس الافعى بايد عدوك. وهنبعت سيد بيه يوم الخميس، وممكن نستعين بحرس الوزير اذا الموضوع اتطور والمحكمه اتحصرت ولا حاجه. مفيش قوات كفايه ومعظم الضباط معترضه ومحدش عاوز يشتغل. يعني ايه محدش عاوز يشتغل؟ واحنا شغالين في جمعيه استهلاكيه؟ احنا مسؤولين عن تامين المحكمه والبلد كلها. ده كلام برضه يا باشا. طيب يا هشام باشا، انا ممكن اكون هناك قبليها بيوم او يومين، ما تقلقش من حاجه، كله هيبقى تمام سعادتك. اتفضل بره دلوقتي 5. طبعا يا فندم. اتفضل. عمر ما ماتش، وجالي امبارح البيت وطلب مني ان انا اعمل اجراءات الوراثه عشان محتاج فلوس، وانا رحت المستشفى عشان كده معرفتش اقول لك. طيب ممكن تروحي دلوقتي عشان زي ما انت شايف انا عندي شغل. بلاش الطريقه دي يا هشام، انا ما عملتش حاجه تستدعي كل ده. استغفر الله العظيم يا رب. يا بنتي انا راجل بسيط جدا، وانتي دكتوره متفوقه وذكيه ودماغك اعلى من دماغي بكتير. وعمر اللي لسه عايش ده واحد عبقري وموهوب ومشهور، انا كنت بقعد معاه عشان اتعلم منه. انتوا الاتنين لاقيين على بعض جدا، انا ما اقدرش انكر ده. ده لو شاور بصباعه الصغير ممكن تديني بالجزمه وترجعي له زحفه. انا اخص عليك. صح، اخص عليا انا. ما تنسيش انت عندك ولد منه وممكن ترجعي له في اي وقت. انا مستعد اطلقك في اي وقت انت عاوزاه، انا ما عنديش اي مشكله بدل الاسرار اللي من ورا ظهري دي. انت شايف كده برضو؟ طبعا. امال ايه اللي حصل لما ليه ما طلعش ميت ونازل من بيتي وانت بتديني شيك ب1,000,000 جنيه عشان تريحي ضميرك؟ عاوزاني افكر ازاي؟ خساره ان انت بتفكر كده. انا ما عرفتش انه عايش إلا لما لقيته قدام باب الشقه، واكيد كنت هقولك بس لما افهم الاول. طيب ممكن تروحي دلوقتي ولما اخلص شغلي هرجع لك. انا هروح وهحضر شنطتي وهمشي، بس عايزه اسالك سؤال واحد. ايه اللي يخليني اعمل كده؟ ايه اللي يخليني اعيش في حيره وتوتر واحساس بالذنب، وانا كان ممكن ارجع لعمر بدل المره مليون؟ وانا اللي رفضت واخترتك انت. يا تجاوب صح، يا اما لا انا ولا انت هنقدر نعيش في الشك والافكار المريضه دي. عن اذنك.
خلي يا هندسه. كتر خيرك، شوف لي حساب الحاجات دي كام بعد اذنك. بسيطه يعني، خليها لنا. متشكر. كام يا فندم؟ 7:30. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزك توصلني مشوار كده، ممكن؟ انت رايح فين؟ منتجع على الصحراوي. فين يعني؟ زيزينيا. بعيد قوي. انا هاخد 300 جنيه. هو للاسف انا معيش فلوس، بس معايا ده ينفع؟ ده كتير قوي يا باشا. ما يغلاش عليك. توكلنا على الله. ازيك يا استاذه؟ اهلا. حضرتك رحتي لزينب؟ سألي ليه؟ يعني اصل كان في تغطيه كده عن المؤتمر بتاع الحكم المحلي وهي مأخراه ومدام نهاد عايزاه. لا مفيش تغطية ولا حاجة، أنا هلغي الموضوع ده. في حاجة تانية؟ في واحده عايزه حضرتك بره. واحدة مين؟ ازيك يا استاذه؟ ازيك؟ وانت فاكره بقى لما تلفي وتدوري عليا مش هعرف اجيب قرارك؟ أنا آسفة جدا. أكيد يعني كنت هقولك على كل حاجة في لحظة معينة. وليه ما جيتيش معايا دغري من الاول؟ ليه حورتي وخليتيني اقول لك اسراري واعرفك انا بشتغل فين؟ في الاخر تطلعي بتضحكي عليا. معلش، أنا عارفة إني غلطانة ومش عارفة أرد عليكي وأقولك إيه، بس تكنيكلي أنا ما غلطتش قوي يعني، ما كدبتش عليكي. قلتلك اسمي الحقيقي وقلتلك إن أنا بدرس وأنا فعلا مقدمة على دراسات، بس أنت أكيد ما جيتيش لغاية هنا عشان تقولي الكلام ده، مش كده ولا إيه؟ يعني أنت دورتي عليا وجبتي قراري زي ما أنت بتقولي، مع إن أنا ما كلمتكيش تاني، فده معناه إن أنا صرفت نظر عن موضوع الشقة. أكيد أنت مش هنا عشان موضوع الشقة. انا عندي مشكله، بما اني بقى المشكله دي خليتك بقى تلفي وتدوري عليا فهي تهمك، وده ليه علاقه بنفس الموضوع اللي انت كنت عايزه تسالي عليه، ده ما يخليش واحده صحفيه زيك تروح وتيجي عليا. طب قولي لي ايه هي المشكله؟ انت اكيد جيتي لغايه هنا وانت عارفه كويس قوي اني ههتم. ما بقيتش اثق فيكي. معلش انا عذراكي، ممكن اعمل ايه عشان اخليكي تطمني؟ تنزلي معايا دلوقتي نروح نقعد في مكان نتكلم فيه، وتنزلي من غير شنطتك ولا موبايلك عشان اتاكد ان انت مش بتسجلي لي حاجه. بس انا يعني ما اقدرش اسيبك. مش هاخد من وقتك اكتر من 10 دقايق على فكره. ماشي اتفضلي. حاولت انزله عندي في الكمبيوتر ما عرفتش. طب ما تيجي تنزله لي، انا مكتبي مش بعيد اهو. انا جيت وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا ده كانت واقعه على صباعها يا عموره. فارس الصحافه المغوار. مغوار ايه بس؟ تخليت فيها. بس ايه الشياكه والحلاوه دي؟ ايه رايك؟ لا ده انا كمان عندي بدله تانية غير دي. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضل صعود، اتفضل. اهلا يا عمور، اتفضل. بس بعد اللي انا شايفه ده كله بقى فضيلي ولا اشوف محامي تاني؟ عيب يا عموره، ده كلام. ده العشا مضياع والله.
لا انت فهمت غلط، قضيتك قضيه راي عام يعني في واطي طول عمرك حبيبي، دي حاجات صغيره. انا شفتك امبارح كده في برنامج في التلفزيون عمال بتهاجم في الحكومه، بتشتغل معاهم ليه بقى؟ برستيج. انا بشوف اي سكه تعمل لي دعايه كده، اطلع في التلفزيون امسك قضاياهم ما تتحلش كده برضه. قول لي موقفنا عامل ازاي؟ موقفك زي الفل من غير ما تتعب نفسك والله، بس الا وانك جبت المستندات فموقفك بقى كويس زياده عن اللزوم. الله. بص يا سيدي، السعدي مش هيخرج من القضيه دي، وانت مفيش عقل بيقول انك ممكن تدان بالسب والقذف. سب وقذف ايه؟ انت قلت الحقيقه. انت عارف ان النيابه في حساسيتها خدت المقاله بتاعتك بالحرف. ايوه بس هو ما اتحبسش علشان قضيه الرشوه، لا هو اتحبس علشان الارض اللي استولى عليها، وقضيه الرشوه دي ما حدش قدر يثبتها، وبيني وبينك بقى لولا الثوره لا كانت سجن ولا كان حد قرب له. انت مالك بقى عموره مال الكلام ده؟ انت راجل جايب المصدر الحقيقي للرشوه. انت راجل صحفي ونقلت من مصدر حكومي، شكرا. تفتكر يعني ممكن يعني يقعد في السجن شويه ولا هيخرج على طول؟ ممكن، بس هيقعد له سنه على الاقل في الاحتياطي. يعني انا قدامي سنه واهرب من البلد؟ لا هيخرج خايف كانن ماشي جنب الحيط. انت عارف ان السعدي ده غبي قوي. ليه بقى؟ الارض اللي استولى عليها واللي انت فضحته بسببها كان جنبها ارض احسن منها بكتير، كان عليها نزاع وقرب يخلص، واللي خدها معهوش فلوس يعمل تصالح مع الدوله، كان هيسيبها للسعدي بتراب الفلوس. مش معنى السعدي يعني، ما ممكن اي حد تاني. لا ما حدش ينفع ياخدها، يبقى خايف من السعدي لان الارض دي لازقه في ارضه. مش لسه بتقول هيبقى خارج كانن وخايف؟ ايوه برضه، بس الهيبه القديمه وعلى الاقل في منطقته السمعه. يعني لو كان صبر شويه كان خد كل حاجه بالقانون. شوف يا عمور يا اخويا، الجشع وحش. لا يا شيخ تكسفنيش. كانوا اغبياء بس واكلين البلد. عاملين زي الديابه، معتقدين انها جثه هامده بياكلوا فيها. والمشكله ان ده لسه بيحصل ويفضل موجود طول ما فيش حكومه قويه. طبعا ما تقصدش قوية يعني افتراء. انا اقصد اي قوه القانون، قوه الشرطه، قوه الافتراء حتى. القوه هي اللي بتفرض النظام اللي بنمشي عليه. ما طلعتش تقولي الكلام ده في التلفزيون ليه؟ لا انت مجنون. انا اطلع في التلفزيون اقول حاجه زي كده؟ انا اطلع في التلفزيون يا استاذ اتخانق مع واحد سلفي، نقعد ننتقد في الحكومه، انما الحقيقه بتقفل الناس. ولا ايه يا استاذ؟ ده انت اللي استاذ. احنا بقالنا اكتر من 10 دقايق. لما احب اتكلم هتكلم، مش انت عايزه تسمعي؟ مش عايزه ممكن تمشي، ممكن ولع لو سمحت. انا لو قلت لك حاجه عن المشكله اللي عندي دي هتساعديني في حاجه؟ مش لما اعرف المشكله الاول عشان اعرف ارد عليكي؟ وما الاقيش كل الكلام مكتوب الصبح في الجورنال؟ بصي انا مش هنشر غير اللي انت عايزاه يتنشر، ولو مش مصدقاني شوفي لك حد تاني يساعدك. تعرفي ايه عن ابويا؟ اوعي تفتكري ان انت موضوع الشقه ده دخل على ده حوار. انا حطيت اسمك على جوجل، طلع لي صورتك وانت في الحفله تبع الجورنال بتاعك، وشايله كل بياناتك من على الفيسبوك. عرفت انت عايزه ايه، ولقيت عندك الولد اللي اسمه إمارات اللي كانوا بيعذبوه ده، لقيته عندك في الاصدقاء. واضح قوي انت عايزه ايه. انا مش عارفه انا عايزه ايه، انا كان عندي شك بس. شك في ابويا الدكتور صح، اللي كان بيشتغل مع امن الدوله، واللي كمان كان بيساعدهم في تعذيب الشباب، بيعمل لهم حقن وكيمياء ومعرفش. انا معرفش كل ده كانوا بيعملوا بيه ايه. انا مش هقولك ان ابويا ده راجل طيب الجميل عشان ده كله كلام فاضي، بس واضح ان علاقتك بيه كويسه وانك بتحبيه. انا قطعت علاقتي بيه من ساعه ما امي ما ماتت، وهو اتسجن ودفع الثمن على فكره، وبرضه انا ما سامحتهوش. علشان كده كنت بدور على بيت اقعد فيه عشان لما يطلع ما يلاقينيش. معنى كده انه هيخرج قريب؟ لا هو خرج اصلا. هو كلمني من اسبوعين وقال لي ان هو هيخرج، وقال لي هيبعت لي جواب يقول لي فيه الميعاد امتى، بس انا ما رحتش. كنت المفروض اروح استقبله الاسبوع اللي فات، ولما سالت عليه في البيت عرفت ان هو ما راحش البيت، وسالت له وقالوا لي خرج. هو ممكن يكون عارف انك مش عايزه تشوفيه، عشان لما خرج وما رحتيش استقبلتيه زعل وقرر انه
هو اصلا بيحاول يصالحني وعايزنا نبتدي على نظافه. ده ابويا وانا عارفاه كويس قوي. انا بس عايزه اعرف هو عايش ميت، هو كويس، وفين الجواب اللي هو قال لي عليه. ما تزعليش. انت عارفه ان هو خد ادويه من العهده بتاعته في المستشفى اللي كان بيشتغل فيها؟ هو اللي بلغ على نفسه على فكره، اتحبس رغم ان الحاجات اللي خدها دي هو ما كانش عايزها في اي حاجه. اكيد هو كويس دلوقتي وهيحاول يكلمك كمان. انا عايزه اعرف هو الجواب فين، عايزه اعرف هو فين، ليه ما جاليش الجواب دوت، وابويا حي ولا ميت؟ انا مش لاقيه له اثر، انا ما اعرفش عنه اي حاجه. افتكر اني هقدر اساعدك رغم انه هيكون صعب قوي عليا، بس انت تستاهلي. وبعدين انا كمان لفيت ودورت عليكي، فلازم استحمل. هتساعديني؟ هكلمك بعد يومين واقول لك وصلنا لايه. معلش. سعادة الباشا. ايوه تصدق سعادتك مين بره؟ مين؟ عمر. عمر 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 عمر. ماشي هاتوا. الله، ده الموضوع طلع بجد، ده انت عايش بقى. اسف ان انا خيبت ظنك. بصراحة ربنا انت خيبت ظني فعلا، وانا مش مبسوط. انا كنت عامل حسابي ان انا هزورك في المقابر، ادي عليك دعوتين وبعدين اروح. بس زيارتي دي شكلها هتتأجل، او يمكن ما تتأجلش حسب ما هتقولي انت جاي انا ليه. انا جاي لك علشان عايزك تساعدني. اساعدك؟ ايه النكتة الغريبة دي؟ صحيح يا عمر، انا صحيت الصبح كنت حاسس كده ان اليوم هيبقى لطيف وظريف، بس ما كنتش متخيل انه هيبقى بالظرف واللطف ده ويقلب في الاخر برضه كوميديا. انا سعد وقال وجيه لو سمحت خليهم يجهزوا لنا 2 فطار سبيشال فيهم كل الحركات. واضح بقى ان الاستاذ عمر ما كانش بقاله كتير، والله اعلم هياكل تاني امتى. تعالى عايز اساعدك ليه يا عمر؟ ده انا يا راجل سجنت بسببك 1 و8 شهور، خسرت ارض ب70 مليون جنيه، ده غير اللي لها في محامي وشويه الناس ريال. هات لي بقى سبب واحد وجيه في الدنيا يخليني اساعدك. نسيت حاجه كمان انا كنت السبب فيها، ان المدام طلبت الطلاق لما انت اتسجنت، ولا دي حاجه جت على هواك؟ لا دي معاك حق، بس برضو ما قلتليش ممكن اساعدك ليه؟ يمكن عشان العشره. عشره؟ لا بص بقى، مش عايزين نتقرف، خلي الكلام ده بعد الفطار. يمكن او تقدر تقول يعني ان في حاجه عندي انت ممكن تبقى عايزها بجد. انت معاك حاجه انا عايزها؟ ادي نكته احلى من الاولانيه، بس برضه نكته. يا ابني انت هربان من قضيه تخابر، الله اعلم يكونوا ملفينها لك ولا لا، واصحابك اللي انت بتسند عليهم دول باعوك دولك السكه، فانت جايني انا مصدي وعدمان كده مش لاقي حتى تمن الفطار، ومتخيل ان انت عندك حاجه انا ممكن اكون عايزها. لو ايه يا عمر؟ انا عايزها لدرجه ان انا ممكن اساعدك. انا عايز اعرف الحاجه دي ايه بجد بقى. برافو عليك يا عمر، لانك اثرت فضولي وخليت رغبتي في ان انا انتقم منك اقل بكتير جدا من رغبتي ان انا اعرف. قول لي بقى ايه الحاجه دي؟ في ارض قد الارض اللي انت اتسجنت بسببها مرتين، وهتدفع فيها 30 مليون جنيه بس. 30 مليون؟ ايه؟ افتقرت وعايز تفهمني لو معكش 30 مليون؟ لا مش ده الموضوع، قول لي بس الارض دي فين؟ جنب الارض اللي انت اتسجنت بسببها. زمان وانا شغال على موضوعك كنت ببص على الخرايط كده واقول الراجل ده حمار ولا ده، انا اسف، انا كنت بقول كده لنفسي يعني.
بقول ازاي يسيب حته الارض دي ويطمع في حته الارض دي، مع ان الارض اللي هو سايبها هيتفتح قدامها طريق زي ما انت عارف، وساعتها ثمنها هيتضاعف 10 اضعاف. وانت بقى الذكي ها؟ متخيل ان انا ما حاولتش اخد الارض دي باي طريقه؟ دي خابت منك يا عمر. الارض دي يا عمي عليها نزاع بين العرب والحكومه والورثه، وفيها قتل وبلاوي سودة. الارض دي خلاص ما عادش عليها اي نزاع اتحل، واللي خدها هيتصالح مع الحكومه لو دفع 10 مليون جنيه بس هو معهوش. لو انت دفعت ال10 دول اديته 20 مليون هيسيب لك الارض. وانت عرفت المعلومات دي ازاي؟ تقدر تقول المحامي اللي شغال على الحكايه صاحبي، وهو اللي حكى له، وهو الوحيد اللي ممكن يأثر على صاحب الارض علشان يبيعها لك بالثمن ده. فانا بقى محتاجه عشان من غيره مش هعرف اقنع الناس دي واخلص الدين، مش كده؟ بالظبط كده. مين بقى المحامي ده؟ لا هتعرف لما هتروح تمضي، وقبل ده كله لازم تعمل لي اللي انا عاوزه. طبعا هعمل لك اللي انت عاوزه، احنا لازم نعمل كل اللي انت عاوزه، واولهم بقى ان احنا هنفطر، ايه رايك؟ يلا بينا. انت شكلك هفتان. صباح الخير. تعالى يا معتصم. ايه في ايه؟ سمعت ان انتوا واسر شدتوا مع بعض. لا خالص، الموضوع مش مهم. مش مهم. خلينا في المهم. عملت ايه مع رباب بنت الدكتور صابر؟ عرفتي اي حاجه ليها علاقه بالمحامين اللي اتقتلوا؟ شكلها ما تعرفش حاجه. تعرفش حاجه؟ شكلنا كده الموضوع ده رايح لطريق مسدود. يمكن اقابلها تاني واسالها. المهم انا عايزاك انت تبتدي تحقق في قضيه المحامين نفسها، يعني تحاول توصل لحد من قرايبهم او حد قريب منهم تعرف منه اي تفاصيل. وكل الصحفيين عملوا كده يا رضوى ومحدش عارف يوصل لحاجه. وارجع تاني واقول لك ليه مش عايزه تحطي فرض ان الجريمه دي جريمه عشوائيه، وكل اللي ماتوا كانوا بالصدفه محامين يعني. لا مش صدفه. حاول ترجع لكل اللي اتكتب في الموضوع ده، حاول تلاقي اي عامل مشترك ما بينهم او تفاصيل جديده احنا ما وصلنالهاش. كل اللي اتكتب كله. ماشي. الرصاصتين اللي اتقتلوا بيهم خارجين من مسدس متسجل باسم الدكتور عباده جاره. والعربيه؟ العربيه لقيناها بعد نص ساعه، ركنها في الجراج بتاع هايبر واختفى بعديها على طول. احنا كده مضطرين نغير الخطه ونشوف خطه ملائمه. احنا نكلم كمال بيه وهو يتصرف.